خدمات جليله للفريق الوطني وقدم خدمات لنادي شباب قسنطينه، ومش ممكن يعني كي تجيه نوفر يعني اللي في فان كارير تاعو. حنا تعرف عندنا سمعه وماذا بينا كل لاعبين يعرفوا باللي شباب قسنطينه ما يفسدش على اللاعبين تاعو. فريق شباب قسنطينه مقبل على منافسه قاريه كاس الكاف، كيف اداره فريق شباب قسنطينه وهي مقبله على هذه المنافسه من هذا الحجم من هذا المستوى، ولكن فضلت التسريح بزاز؟ لا احنا بزاز كان اصلا يعني فان كونترا زدنا له، حنا زدنا له سنه. بالنسبه لكاس الكاف تسمى سابق لاوانه، لانه كاس الكاف راه نلعبوها في سنه 2014، وكما تعرف باللي قبل ما تدخل سنه 2014 عندنا ميركاتو شتوي في 5 لاعبين، وحنايا لا شباب قسنطينه واداره شباب قسنطينه ديسيدات باه تلعب كاس الكاف، يعني كما نقولوا حنا كوم اوبجيكتيف راح تجيب 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي سبيسيالمون لا كومبيتيسيون هذه. دونك ما عندناش مشكل حنايا. اما بالنسبه للبطوله نقول تسمى ما عندناش مشكل، عندنا لاعبين في المستوى، وعندنا يسمى اللي يقدروا يكونوا في في البوست تاع ياسين بزاز. عندنا لاعبين بزاف يعني الشباب قسنطينه.